سلام صحباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا فيديو ديال اليوم. انا لمياء وهذه قناتي لام بيوتي اي تي. فرحانه نتلاقاكم فيديو جديد، واليوم جبت لكم ريفيو على واحد المنتوج اللي شحال هادي وانا باغا نهضر لكم عليه، اللي هو الغارني لوميسيلير فيتامين سي. واش فعلا كينفع؟ واش كينقي المكياج؟ واش كينور البشره؟ تابعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا اكثر. هاد الميسيلر هذا من الغارنيي فيه الفيتامين سي اللي معروف كيساعد باش البشره تولي مشرقه، وكينقص من البقع الداكنه، وكيديروا بزاف ديال الناس في الروتين ديالهم كمنظف او مزيل للمكياج. هو كيقولوا بلي كينقي الوجه من المكياج والاوساخ، كيعطي اشراقه فوريه بفضل الفيتامين سي، مناسب للبشره الحساسه، ما فيش ريحه قويه خصوصا في بعض النسخ. حتى هذا ما فيش صراحه الريحه. دابا غنشارك معكم تجربتي. كنت كنستعملو صراحه الصباح والعشيه، كناخد شويه كنديرو في قطينه كنمسح به وجهي. فعلا كينقي الوجه مزيان، حتى الماسكارا كيحيدها. البشره كتحسي بها ناعمه وماشي ناشفه، كتلاحظي شويه ديال النضاره مع الوقت، ولكن خاص الاستمراريه. من بين الايجابيات ديالو انه كينقي مزيان صراحه. ملي كتدخلي لو ميسيلير في الروتين ديالك واخا تكوني ما كديريش المكياج، كيبان لك الفرق. المسامات ديالك كيتنقاو. هاد لو ميسيلير غادي سهله في الاستخدام، يعني ماشي صعيبه. يعني كديري شويه في قطينه كتمسحي بيه، تقدري تعاودي حتى دو فوا. الثمن ديالو معقول خصوصا في الاسواق المغربيه، مناسب للبشره المختلطه او العاديه، وحتى البشره اللي حساسه كما قلت لكم ما فيهش ريحه. من بين السلبيات ماشي كلشي غادي يلاحظ الفرق في الاشراقه ديالو من اول اسبوع. الناس اللي عندهم بشره جد حساسه خاصكم تجربوه اولا في بلاصه صغيره. بالنسبه التنقيط ديالي النهائي انا نعطيه 8.5/10، لانه فعلا منتج فعال خفيف على البشره وكيستاهل التجربه، خصوصا اللي كيقلبوا على مزيل مكياج طبيعي ويكون هكا رطيب على البشره. نصيحة أخيرة، ضروري من روتين متكامل. هذا المنتج بوحدو ما غاديش يعطيك بشرة مثالية، ولكن غادي يساعدك توصلي ليها، خصوصا إلى دمجتيه مع سيروم ديال فيتامين سي أو واقي الشمس. إلا جربتوا هاد الميستيلر ديال فيتامين سي، كتبوا لي في لي كومونتير شنو كانت التجربه ديالكم معاه. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش يوصلكم كل جديد. تهلاو لي فراسكم وبسلامه.